عندي مشوار مهم جدًا وتاني يوم، يعني مش النهارده أو مش في اليوم اللي أنا طبخت فيه الأكلة دي، و وهنرجع على الغدا وحابين ناكل أكل بيتي. طب أعمل إيه، أعمل إيه؟ قُمت كده خدت حلتي الظريفة، حطيت فيها حتة سمنة صغيرة جدًا ومعلقة زيت، وكان عندي لحمة مفرومة معصجة، ومجرد كده ما شوحت التوم في السمنة أو في أي مادة دهنية أنتِ عايزاها، بدأت آخد نُص كمية اللحمة المفرومة اللي أنا معصّجاها، طبعًا عشان كده ما استخدمتش بصل في الأكلة، لإن اللحمة المفرومة إحنا معصّجينها ببصل، وأخلّيها كده تشرب من ريحة السمنة والتوم كويس أوي، بعد ما إيه، ما اللحمة هديت من السقعية بتاعة الفريزر خلاص، وأكون مجهّزة عصير طماطم مصفّياه، حوالي كوباية كبيرة عصير طماطم، حطيتها عليها على اللحمة المفرومة ومش هاستخدم أي حاجة في البهارات غير 3 حاجات ملح فلفل كمون بس كده ولا أي حاجة تانية. من ضمن الحاجات اللي لو باتت تبقى حلوة ومن ضمن الأكلات السريعة والسهلة والخضار، يعني في طفل في البيت شوية رز كده بشعرية جنبيه تمام. أنا عن نفسي الأكلة دي أحب أكلها قوي بعيش، ويا سلام معرفش ازاي نسيت أحطها دايما الوصفة دي. أنا عندي أشيم ضاني، دايما الوصفة دي أروح رامية كده حتتين 3 أشيم ضاني لازم. بهرتها وهروح مغطية عليها واسيبها ايه تاخد غلوة زي ما انتي شايفة كده. جبت بقى من الفريزر عندي كيس بامية، فتحت ورحت حاطاه بامية، طبعا بامية. بامية من الحاجات اللي لما بتبات بتبقى حلوة، وانا بستمتع بيها مع العيش واديها كده عصرة ليمون كده، وبستمتع بيها اكتر لو كنت حطيت فيها اشيم ضاني. وعلشان اللي بيسمعوني اللي ما يعرفوش يعني ايه اشيم ضاني، اللي هي الضاني لما بنسيحها بتطلع حاجتين سمنة و... وزي فتل كده ليا. هي بقى الحتت اللي هي المقطعة دي اللي بتكون متحمرة دي، هو ده الاشيم الضاني. حطيت بقى البامية وسبتها تستوي على كده، وبعد كده طفيت النار وسبتها هديت خالص، رحت مديها عصرة ليمون ودخلتها على التلاجة. لو عجبك الفيديو لايك وشير للفيديو. من ضمن الأكلات السريعة لازم خضار، لازم شوية خضار كده على الماشي. يعني أنا كنت عملتها من فترة طويلة بس كان طاجن في الفرن، وبعدين بقى يعني ما خدتش مني حاجة، أنا عايزة حاجة سريعة وأدخلها التلاجة. فأسهل حاجة اللحمة المفرومة، وانتوا عارفين الولاد ما بيحبوش اللحمة قوي، فدخلت لها كده اللحمة المفرومة في وسط الخضار، مش هتحس بيها. وكان طعمها لذيذ جدا. احب انكم تجربوها وتكتبوا لي ده في تعليقاتكم. سلام عليكم.